اكبر غلطة بتقع فيها لما تيجي تبدأ استثمارك. اتفرج لحد الاخر عشان تعرف ايه هي الغلطة دي. رونالد ريد، مواطن امريكي بسيط شغال عامل في بنزينة، يدخر كل شهر من مرتبه شوية مبالغ تافهة. بين يوم وليلة نتفاجئ ان رونالد ريد والصحف كلها تكتب عنه ان ثروته وصلت 8 مليون دولار. رونالد ريد راجل تعليمه بسيط جدا، لا هو عارف تكنيكال اناليسز ولا فاندمنتال اناليسز، ولا هو راجل مستثمر ولا راجل بتاع سوق ولا الكلام ده كله. عنده سر واحد صغير اسمه الاكيوميليتد انترست ريت، او الفايدة المركبة، او انا بحب اسميها الربحية المركبة. ببساطة رونالد ريد ما كانش بيسحب ولا مليم من استثماراته دي، عمال يحوش ويسيب الفوائد تنزل او الارباح تنزل بتاعه استثماراته، والارباح دي تعمل له ارباح تانية، والارباح التانية تعمل له ارباح تالتة، وفضل الموضوع متراكم كده لحد ما رونالد ريد من يوم وليلة لقى ثروته وصلت لحوالي 8 مليون دولار تقريبا. كل ده ليه؟ بسبب الاكيوميليتد انترست ريت، او زي ما قلنا كده العائد او الربحية المركبة. ببساطة لو جيت حسبتها زي ما كنا حاسبينها في الفيديو اللي فات، لو حوشت كل شهر حوالي 300 جنيه بس، فانت خلال 10 سنين تقريبا هتلاقي نفسك محوش 36 ألف جنيه. في المقابل نفس العشر سنين دول لو انت حاطط الفلوس دي في اي حاجة بتجيب لك فايدة، بتجيب لك ربحية، قيمتها بتزيد، ايا يكن ايه هو نوع الاستثمار، هتلاقي نفسك بدل ما معاك 36 ألف جنيه معاك حوالي تقريبا 700 ألف او 600 ألف جنيه. طب ايه بقى يا سيدي الغلطة اللي انت غلطتها في استثمارك؟ ان سيادتك مستني تحوش مبلغ عشان تبدأ الاستثمار بيه. مستني احوش اول 10 آلاف جنيه عشان ابدأ بيهم اول استثمار ليا، مستني احوش اول 100 ألف جنيه عشان ابدأ اول استثمار ليا. فتروح سيادتك حاطط النهاردة 3000 جنيه في جمعية كل شهر لمدة مثلا 3 سنين، يا سيدي حوشت ال100 ألف جنيه. اخر ال3 سنين تبص تلاقي ان ال100 ألف جنيه اللي انت حوشتها فقدت نص قيمتها حرفيا بسبب معدلات التضخم. في نفس الوقت لو ال3000 جنيه دول حضرتك بتحطهم في اي حاجة تجيب لك انترست ريت، تجيب لك بروفيت، تجيب لك ربحية، فايدة، عائد، ايا يكن المسمى بتاع الاستثمار ده، هتبص تلاقي لنفسك اخر ال3 سنين بدل ما معاك 100 ألف جنيه معاك 200 ألف جنيه، او معاك يا سيدي 150 ألف جنيه حتى. حافظت على فلوسك وخليت الفايدة اللي طالعة منها تطلع لك فوائد تانية. فاللعبة كلها انك تبدأ دلوقتي ايا يكن اللي في جيبك كام. ابدأ حط فلوسك في اي استثمار، مش شرط الاستثمار ده ايه، اختار اللي انت عاوزه. عندك صناديق استثمار، عندك اسهم، عندك ذهب، عندك عقار، عندك شهادات بنكية، افتح مشروع لنفسك، اشتري حتة ارض وجمدها، المهم انك انت تبدأ استثمارك. استنى استفساراتكم في الكومنتات، ما تنساش تعمل فولو ولايك وشير. اشوفكم الفيديو الجاي.